بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ يا رب تكونوا بخير. لو أول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش الاشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم أي فيديو جديد أنا بنزله. النهاردة هنعمل مع بعض ايه؟ النهاردة هنحضر فطارنا ونرغي مع بعض شوية. فاكرين الفول والطعمية طبعا اللي أنا عملتها معاكم في أول الشهر، طلعنا بقى منه كيس فول وكيس طعمية. وهنعمل بيض ونعمل بطاطس، وهنعمل كمان نطلع بقى حتة جبنة وشوية مخللات حلوة كده. فإحنا يعني هنحضّر فطارنا الجميل مع بعض. طبعًا لمّا بتكون أسرتِك قاعدة أو مجتمعة في البيت بتحبي تعملي لهم فطار حلو كده ولقمة تكون تلمّع عضمهم يعني. طبعًا طول النهار أمّا جوزِك بيخرج برّه البيت قبل مثلًا ما أنتِ تصحي والّا حاجة رايح شغله، مش بيفطر كويس برّه، مش بيعرف يعني يفطر كويس، تمام؟ فإحنا هنعمل له بقى فطار النهارده حلو هو والأولاد وكده. فطار بقى من خير بيتنا. ما كلفناش فلوس كتير، ما صرفناش حاجة خالص، احنا يعتبر ما صرفناش. احنا جبنا في مشتريات السوبر ماركت، فاكرين البيض والجبنة اللي كنا عاملين الفول والطعمية في البيت، وكنا جايبين في السوق في مشتريات السوق بطاطس. فكل حاجة من خير بيتنا، كمان العيش من على التومين فما كلفناش كتير يعني. هنقلي بقى البطاطس بتاعتنا. بصي، الحاجات دي بتوفر معاكي جدا، تمام. الميزانية بجد بتاعة الفطار دي بتبقى ميزانية تانية خالص. فانتي لو ما عملتيش زي اللي انا بعمله كده بالظبط، او على الاقل جزء منه، او على الاقل انك تعملي عجينة وفول في في الفريزر، هيوفر عليكي مبلغ، يعني هيوفر عليكي مبلغ كل شهر. آه اللهم صل على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. معلش والله انا هجر بنتي تعبانه زي ما قلت لكم، فانا واخده منها الدور شويه، فالدنيا طبعا انتوا عارفين ان دخلة الشتاء دي صعبه جدا 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 في العيا. فزي ما قلت لكم لو احنا ما عملناش الحاجات دي في البيت بنصرف مبالغ جامده جدا. انا هو هسيب البطاطس تتقلي ونعمل بقى كيس الفول بقى بالطحينه، شويه كمون شويه ملح، يا سلام لو في عصره ليمون هتبقى يعني هيوديه في حته تانية بقى. فزي ما قلت لك كده، فلازم احنا نعمل فطارنا في بيتنا، او يبقى على الاقل الفطار والغدا موجودين في بيتنا، مش هنتكلف حاجات كتير. بص، الميزانيات الشهرية أو ال15 يوم أو الأسبوعية دي من أحسن الميزانيات، بس الصراحة الميزانية الشهرية من الميزانيات الممتازة جدا. أصعب ميزانية فيهم الميزانية اليومية. في حد قال لي يعني إن أنا أتكلم عن الميزانية اليومية، فإن شاء الله هاعمل لكم فيديو منفصل عنها لأنها ميزانية صعبة جدا. وعشان توفري أو إن أنتِ حتى تحوليها لميزانية شهرية أو 15 يوم أو ميزانية يعني 15 و15، بيبقى الوضع يعني معاكِ صعب شوية، وهتضطري إن أنتِ تتنازلي عن حاجات كتير، وهتضطري إن أنتِ تنشفيهم عليها شوية. فهنتكلم فيها في فيديو منفصل مع بعض إن شاء الله. بس الميزانية الشهرية من أحسن يعني الميزانيات اللي تقدري إن أنتِ تمشي عليها، تمام. فإحنا طبعًا لمّا بناخد بقى مصروفنا الشهري بنروح نجيب مثلًا زي ما أنا جبت كده، أنا جبت مثلًا ب25 فول وب25 فول مدشوش، وعملنا أحلى عجينة وأحلى فول في البيت نضافة، و وغسيل كويس جدًا منِّك وكل حاجة. يعني كل حاجة بتواجهها. جبنا بطاطس في السوق وسبناها في البيت، قطعت دلوقتي بطاطستين وطلعت كيس فول وطلعت مثلا بيض وحتة جبنة وشوية مخللات من الجميلة اللي احنا عاملينها. ان شاء الله هنعمل مع بعض زيتون وشوية مخلل مشكل كده مع بعض برضو، بينفعوا في البيت، خصوصا يعني في الصيف، لان احنا ما بنحبش نقف كتير في الصيف، وخلاص الصيف خلاص يعني بيودعنا. بس في الصيف ليه؟ لان ليه يا ام هاجر؟ لان احنا ما بنحبش نطبخ كتير في الصيف، فبنعمل سندوتشات اكتر. فطبعا المخللات معاها بتفتح النفس يعني. بعمل الفول اهوت خلاص. يعني احط بقى شويه طحينه انا مغطيه علشان هو لسه يعني مجمد شويه. والبطاطس خلاص اهي بتتقلي، وهنقلي كمان طعميه وهنقلي بيض وهنسخن عيش بقى على الفرن على البوتاجاز. انا عندي القلايه على فكره، القلايه الهوائيه. بس اوقات كتير كده بحب ان انا اعمل ايه يعني، حاجه دسمه، تمام، بالذات لو فطار حرج زي ده. والله انا على فكره بوقف الفيديو وبرجع اتكلم، لان انا حرفيا مش قادره اخد نفسي، اني نفسي مكتوم شويه من الكحه يعني. هاجر بنتي برضو تعبانه جدا، ندعو لها ربنا يشفيها ويعافيها يا رب. صلوا على النبي في الكومنتات عشان ناخد الاجر والثواب مع بعض. تمام. فاحنا النهارده زوجي قاعد من الشغل واولادي، ابني قاعد من الحضانه، واحنا مجتمعين على سفره واحده على الفطار وعلى الغدا. والله العظيم في اليوم ده ما اتكلفت اي حاجه، ما اتكلفت ولا جنيه. فعملت غدا يا ام هاجر، عملت كمان غدا سجق، وطلعت اللهم صل على النبي ايه تاني يا ام هاجر، وعملنا جنبها طبق بطاطس،
وكانت أكلة عسل. شوحت بقى سجق كده بالطماطم والفلفل، إن شاء الله برضه هينزل لكم قريب. وعملت كمان طبق بطاطس وسخنت عيش، وده كان يومنا يعني. فطار وغدا سهل جدا، مكلفناش فيهم ولا جنيه. فطول ما انت عندك حاجات في بيتك وخير في بيتك مش بتتكلفي بره. تعالي بقى شوفي، لو انت ما عندكيش فول وطعمية، ولا ما عندكيش بيض، ولا ما عندكيش بطاطس، خد يا واد تعالى روح هات فول وهات طعمية وهات بطاطس وهات بيض وهات جبنة وهات وهات وهات. هتلاقي نفسك صارفة 200 جنيه في الفطار. والله العظيم زي ما بقول لك كده، 200 جنيه حرفيا في الفطار، وكلفتي نفسك 200 جنيه. طب على ايه؟ واحنا في الفطار ده ما تكلفناش جنيه. 50 جنيه عاملين بيهم أحلى شوية فول وأحلى شوية طعمية. عاملين جايبين 2 كيلو بطاطس في البيت، جايبين البطاطس طبعا 2 كيلو ده ممكن يعملوا لك كذا أكلة، ممكن مرة مقلية، مرة مهروسة، مرة طبيخ، يعني هيبقى موجود مرة لقمة رز وبطاطس، فهتوفر معاكي. كرتونة البيض أو حتى نص كرتونة بيض زي ما أنا عملت، بيوفر جامد معاكي. هتقلي بيضتين للأولاد، لو الأولاد أنا عندي يعني هاجر وعبد الرحمن وعيالي ربنا يبارك لي في عمرهم، بيموتوا في البيض المقلي، بيحبوه جدا. فما اقدرش استغنى عن البيض في البيت. تمام. علبة الجبنة اللي انا جايباها ما شاء الله لسه متوفرة عندي لحد دلوقتي، منها جزء كبير باخد منها اهوت ونفطر. فالحقيقة عندي علبة حلاوة، لو الاولاد مش حابين الفطار ده كله ممكن اعمل لهم سندوتشات حلاوة. فالحاجة اللي احنا بنجيبها في اول الشهر بتفضل معانا فترة، وتوفر علينا كمان في مصروف البيت، وما بنصرفش. يعني ايدينا ايه لما مثلا بتجيبي فطار من بره او بتجيبي غدا من بره، بتلاقي نفسك اتكلفتي اكتر عن ما كمان ما بتجيبي حاجه بالشهرين، بتكوني ماشيه بالورقه ولا لكن لما تبعتي تجيبي بتجيبي كده بالبركه. فتلاقي نفسك ما شاء الله خربتي الدنيا ويعني والدنيا باظت معاكي. خلاص خلصت البطاطس وكمان الفول خلاص خلص، هنعمل بقى الطعميه بتاعتنا. هنقلي بقى شويه طعميه كده حلوين، وهنعمل كمان برش عليهم هم شويه كمون وشويه ملح. نعمل بقى الطعميه بتاعتنا بقى، ونقلي البيض بقى ونسخن عيش بقى، ونعمل شويه فطار كده ايه حلوة زي ما بقول لكم من خير بيتنا. ايوه ده من خير، مش احنا اللي عاملينه بايدينا بقى الفول والطعميه، مش احنا اللي شارين البطاطس، مش احنا اللي جايبين البيض، يبقى ده من خير بيتنا. طلعها هو حته السمنه ديت عشان اعمل بيها شويه الفول وحته والبيض، وهقلي كمان فلفل. تمام. ده كيس الطعميه بصوا، ولا لونها اتغير ولا فيها اي حاجه، بالعكس جميله جدا جدا جدا. تمام. ولونها لسه زي ما هو. هحط كمان رشة كزبرة، ما انت حاطة يا ام هاجر، بس لما بتحطيها فريش بتديها طعم تاني. وسنة ملح عشان طبعا ملحها ما كانش مظبوط قوي. ونقلب بقى الطعمية بتاعتنا، ونروح بقى على النار كده نقلي بقى قرصين طعمية كده محترمين، ونقلي كمان البيض ونقلي. بس انا هقلي بقى قرنين فلفل كمان كده عشان ايه لزوم بقى تفتيح النفس يعني. لو وصلتوا لحد هنا في الفيديو ما تنسوش تحطوا لي لايك حلو منكم وكومنت تشجعوني بيه. فزي ما اقول لكم، الحاجة الموجودة في بيتك بتوفر عليكي، بتوفر عليكي جامد جدا 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 فوق ما تتخيلي. لو انت مشيتي بالبركة هتلاقي نفسك خربتي الميزانية، وفي نص الشهر ما شاء الله مش لاقية تاكلي، ولا انت ولا اولادك ولا زوجك، لانك انت صرفتي، خدتي راحتك في المصاريف، خدتي راحتك في ان انت تبعتي تجيبي فطار، وهات خدي يا ولا هات مش عارفة طعمية وفول وجبنة والحاجات دي، هوب 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 تلاقي نفسك صرفتي بتاع 200 جنيه، والدنيا باظت معاكي. تمام. طب ليه؟ ليه واحنا ممكن نمشي بالورقة والقلم ونمشي صح، ونعمل حاجاتنا في بيتنا بنظافة، بريحة، بطعم، بكل حاجة تتخيليها. والله العظيم بجيب كيس الطعمية من بره ما بيبقى ليه طعم. تعالوا شوفوا بقى لو انت عملتيه في بيتك وحبشتيه شوية التحابيش بتاعتك، وغسلتي الفول كويس ونقعتيه كويس وظبطتيه كويس، هتاكلي طعمية وتاكلي شوية فول من ايدك. يعني ولادك هيشكروك عليها، هيرفعوا لك القبعة. تمام. فاحنا نحاول على قد ما نقدر. بص انا مخليه المقليه الصغننه دي او الصينيه الصغننه دي لقلي البيض للفول للحاجات دي يعني. ف... فاحنا ليه ما نعملش كده؟ ليه ما نوفرش على نفسنا 50 جنيه بس جبنا بيها فول وطعميه؟ قولي احنا صارفين في الفطار ده كله، يعني مثلا قولي مثلا بيضات على مثلا او بيضتين حسب بقى عيلتك، او عشان انا ولادي بيحبوه شويه زياده وجوزي بيحبه فبقى لي 3 بيضات. عملت كيس عجينه وكيس، قولي شايف كده بكلفوني 50 جنيه فطار. تعالي بقى شوفي لو انت ما يعني، انا بحسب لك الحاجه اللي انا مثلا ايه يعني اهو ممكن اجيبهم من بره على قد ما اقدر. لكن انت بقى لو انت بقى ولدتك قاعده وحابه ان انت تجيبي بقى رومي ومش عارفه لانشون ومش، لا، هنمشي على قدنا ونمشي صح، وما نخربش الدنيا، ونجيب فطارنا بالمعقول وما نقفرش. البطن ما بتشكرش، ماما دايما تقول لي الكلمه دي، والله العظيم.
تقول لي أكلتيها كتير أكلتيها صغير مش هتشكرك. فأنتِ امشي على قدِّك، وامشي على قد ظروف جوزِك عشان حياتِك تمشي صح. تمام؟ فإحنا ما نبوّظش الدنيا، ما نخربش الدنيا ونرجع نقول إيه، لأ إحنا أصل إحنا بنصرف، أصل إحنا بنأكّلكم، أصل إحنا بنشرّبكم، أصل لأ، هتمشي صح بالورقة والقلم هتلاقي إن حياتِك صح جدًا، جدًا، جدًا. قولوا لي بقى رأيكم إيه بقى في الفطار الجميل بتاعنا النهارده؟ عملنا بقى نعمل بقى البيض بتاعنا والخلاص والبطاطس، وبنقلي كمان فلفل كده، وهنحط بقى شوية زيتون وشوية ليمون. إن شاء الله زي ما قُلت لكم هنخلّل مع بعض برضه شوية مخلّلات لعله خير، يعني في ناس إيه، تحب تخلّل معانا شوية المخلّلات الجميلة دي. والله العظيم يا جماعة حاجة بيتِك أنا بآمن جدًا بحاجة البيت. يعني أنا من عشاق حاجة البيت. باحب أعمل كل حاجة في البيت. إن شاء الله نعمل الفترة الجاية الفينو، ونعمل شوية معجنات كده عشان المدارس اللي داخلين يعني على المدارس، ربنا يكون في عونهم ويعون كل أم ويعون كل ابنة أو بنت علشان المذاكرة وكده، ويفرحوا باباهم ومامتهم. ويا رب يا عبد الرحمن يا ابني أشوفك في الجامعة إن شاء الله. أهو البيض بقى أنا باحب أعمله مفتفت، في ناس بتحبه أومليت وفي ناس بتحبه اللهم صل على النبي عيون. انا بحبه الصراحه مفتفت اكتر. تمام، ادي البطاطس وادي المخللات وزيتون ومخلل، ده كان اخر شويه ليمون في البرطمان عشان كده هتلاقيه مهري شويه، وادي الطعميه والفلفل يعني التحابيش بقى بتاعتنا الجميله. وهنحط بقى دلوقتي بقى حته جبنه كده كمان، ايه لزوم بقى الاكل وكده الجميل بتاعنا. قولوا لي رأيكم بقى في الفطار بتاعنا النهارده إيه. ما تنسوش تحطوا لي لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس، وصلوا على النبي كده في الكومنتات عليه أفضل الصلاة والسلام عشان ناخد الأجر والثواب مع بعض. قلت برضه أوريكم مش العيش أهو إحنا مسخنينه، والله العظيم كانت لقمة كلنا وشبعنا وقعدنا عليها فترة لحد ما قمت وعملت الغدا. حطوا لي بقى لايك حلو منكم وصلوا على النبي في الكومنتات.